اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الفل والعسل والشربات. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وسعاده وهنا. النهارده بقى ايه، احنا ابتدى بقى كده الجو يسقع شويه وعايزين بقى ايه ناكل اكلات يعني فيها كده طبخ وحاجات عشان تدفي الجسم او تعمل طاقه في الجسم فتدفينا. فالنهارده بقى قلت ايه، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى ايه الكرنب. الكرنب يا ولاد بقى الشتوي الجميل الاصلي، بقى الكرنب الاصلي ابتدى بقى. كل سنه وانتم طيبين. فقلت بقى ايه، بدل انا عندي كرنب في الفريزر بس قلت لا، الكرنب ما يحلاش ويبقى عسل الا لما يكون صابح بصراحه. احنا لما بنضطر لما ما يكونش فيه كرنب بنطلع من الفريزر ونعمل، لان بيبقى نفسهم فيه وكده. ولكن بدل في كرنب في السوق والجميل بقى بتاع الشتاء الحلو الاخضر زي ما حضراتكم شايفينه الجميل بقى ده، يبقى لا، مفيش بقى غنى عن الكرنب الصابح الحلو بتاع اللي احنا نجيبه على طول من السوق ونعمله. بس المهم يعني جبنا كرنبايه وهنعمل معاه ايه، ارنب. الحقيقه ايه، زقنا بقى فراخ ولحمه وبفتيك ومش عارفه وايه. قلنا الارنب دي حاجه كده ايه، لذيذه وخفيفه وحلوه. وبعدين الشوربه بتاعته معسله قوي، يعني احنا بنعمل الملوخيه على الارانب اساسا، الشوربه بتاعتها جميله على الملوخيه، فتبقى معسله برده مع الكرنب. بس فقلنا بقى نعمل ايه، كرنبايه وارنب كده جميل. بس انا نقعت اهو في المحلول اللي هو ملح وخل وحاجات حلوه كده. وطبعا لما نيجي نغسله بالدقيق. طبعا ايه الارنب ايه بيبقى ليه طريقه اكتر من اي طيور. طبعا هو مش طيور بس يعني في غسيله كده غير الطيور عادي كده بنغسله غسله كويسه. احنا عموما كل الطيور اللي بنعملها لازم نغسلها ونحطها في محلول بتاع. بس الارنب بنتوصى بيها شويه يعني. بس المهم ان انا عامل ساعه ما جه في محلول الملح والخل والكلام ده. بس وبعدين هنغسله بقى في الدقيق ونبتدي نسلقه كده. بس دلوقتي بقى نبتدي مع بعض نشتغل. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا بقى ايه، اللهم صل على كامل نور النبي. نشيل بقى ايه امتداد الراس كده اللي تحت دي، عشان ايه بنسلق الكرنبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليه متلعثمه كده؟ بنسلق الكرنبايه كده زي ما هي الحله. وبعدين ايه بنشيل بقى منها الورق واحده واحده كده. طبعا هوريكم كل الايه الطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل نور النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، ما شاء الله. يا رب ايه يحسن ختامها يبقى كده ايه كرنبايه حلوه وسهله كده، ما تغلبناش. لكن في كرنب كده بيبقى جامد من جوه كده وصعب ان انت تشيلي المهم يعني على قد ما تقدري اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهتتقطم معانا الراس دي اهي. نعمل كده برضو. نشيل بقى ايه علشان ما تبقاش العروق دي ماسكه في حاجه. بقيت الايه الراس. هنبتدي يا ولاد بقى ايه نعمل نحط بقى الارنب على البوتاجاز. حته سمنه كده مش كتيره اهي، حضراتكم شايفين كده شويه عشان ايه تشوفوا كويس. حته سمنه كده مش كبيره يعني. طبعا الارنب كده غسل زي الفل واتنقع وايه فل وملح وخل ودقيق وكل حاجه. شايفين كده اهو.
شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. شوحوا ايه تشويحه السمنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكبده والفشه بتاعت الارنب حلوه، بحب انا قوي الفشه بتاعته اللي هي الرئتين يعني. بس ايه يسخن كده في السمنه شويه. شايفين يا ولاد؟ شايفين هتاخد كده لون. شايفين خدت لون كده من ناحيتي. هنجيبها الناحية التانية كده تاخد لون برضو ايه من ناحيتي. تشويحة كده حلوة. التشويحة دي بتخلي الشوربة حلوة قوي، يعني بتأثر كده على طعم الشوربة. ادي يا جماعة مش يا جماعة الجرس ضرب بتاع الباب، رحت فتحت. المهم يعني زي ما حضرتك شايفين كده التشويحة دي بتبقى حلوة قوي قوي. خصوصا الأرانب بحب اشوحها كده قبل ما اعملها. شايفين لونها خدت لون حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه نعمل ايه دلوقتي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ملح طبعا. الملح ليه بقى؟ لاني شوحته. لما كنت شوحته كنت بسلقه عادي ما كنتش حطيت ملح، لكن انا شوحته دلوقتي فممكن احط له شويه ملح. طبعا فصين حبهان اهو. اهو طبعا بصل الجميل بقى بتاعنا يا ولاد اللي بقول لكم عليه في منتهى الروعه بصراحه. عايزين بقى ايه نحط ميه طبعا عشان نعرف نقلب بقى الايه الارانب دي حتت كبيره كده. بس ايه المهم حطينا الحاجات نحط ميه بقى دلوقتي. كده تمام قوي. مفيش فايده يا ولاد من الغش. بصوا الكرنبايه بصوا عامله ازاي من جوه بقى كلها كده. مش عارفه قلت ده لو حطيتها في الميه مش هلاقيها من كتر ما مهريه من جوه. وبعد كل الورق مهري كده، كل الورق مهري كده. رجعتها بعتت لي كرنبايه تانية. المهم ان هي الخضاريه اللي انا كل يوم بشتري منها والخضاريه بتاعتي واللي انا يعني زبونتها تديني كرنبايه وحشه قوي كده. امال الناس اللي مش زباينها بتديهم ايه؟ المهم الحمد لله طلبتها في التليفون وقلت لها لا بعتت لي واحده تانية. ربنا يسهل بس ما تطلعش من جوه برده كده مهريه ولا حاجه. مش عارفه ليه، ولو ان لسه الكرنب جديد ليه مهري من جوه كده ما اعرفش. حطينا الميه بتاعت سليق الكرنب يا جماعه وهنحط اهو معلقه ملح. بس طبعا مش هحط ملح كتير بقى، دي الكرنب مش مستحمل. مش عارفه ايه الموضوع ده.
وادي كمون. بس يغلي بقى نحط الكرنب. هنعمل يا ولاد الصلصه بتاعت المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمنه كويسه كده. وطبعا المحشي ده بيحب بصل كتير. ايوه. البصل يا ولاد الناشف ده، اللي هو المجفف ده، مش الناشف، اصل المجفف ده يعني ما يغركوش. الحبه اللي حطيتهم ده بيفشروا كده في الحاجات، في الماده السائله، بيبقى كتير جدا. يعني المعلقه الكبيره انا حتى او معلقتين دول كتير قوي بالنسبه للبصل العادي، يعني لان ده مجفف يعني. اللهم صل على النبي. كش. فبيرجع تاني لما يتحط في الماء السائل، في الماده السائله، بيرجع ينفش تاني زي ما كان، فبيبقى كتير قوي. يعني خدوا بالكم مثلا لو جبت البصل ده، ان ده يعني ما تحطوش كتير لانه بينفش. طبعا ما بياخدش وقت، شايفين؟ خلاص احمر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى التوابل. دي ملح وفلفل وكمون كزبره. المفروض بابريكا، بس للاسف ما عنديش، خلصت، هجيب بابريكا. طبعا هنحط بقى تاني طماطم، بس انا هضرب في الكبه تاني طماطم واحط. مش كل دي مش طماطم بس. وطبعا بنحط صلصه، لان مهما تحطي طماطم المحشي لازم تحطي صلصه عشان اللون. احنا بنحط صحيح طماطم كتير، بس اللون بيبقى برضو فاتح، مفيش فايده، فبنحط صلصه. فنحط بقى بقيه الطماطم، هضربها في الكبه واحطها واحط صلصه. ماشي يا ولاد، الميه غليت. نحط بقى ايه، بقى الاول كده على وشها. هتطرى دلوقتي، وهنقدر ايه، هتدخل كلها لما تطرى. فالاول كده هنودي الصلصه. انتوا شايفين اهو، حطينا فيها الصلصه، يعني حطينا قصدي صلصه اللي هي العلب اهو، شايفين لونها. عشان ايه، ولادي بيحبوا المحشي يبقى احمر قوي كده، يبقى البتاع باين، حتى شفاف الكرنب بيبقى باين ان هو احمر كده. فحطينا صلصه على الطماطم والحاجات بتاعتها اهو. هتغلي الغلوه دي وهطفي على طول الكرنبايه. اول ما تطرى، بصوا بصوا، كل ما تطرى كل ما تدخل جوه اهو يا ولاد، شايفين؟ اللهم صل على النبي، ما شاء الله. اللهم صل على كامل نور النبي. بس نطلع دي الاول، حسب بقى ايه الاولويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، شايفين يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله زي الفل الورق. شايفين يا ولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس برضو الكرنب مش عارفه ليه مهري كده يا جماعه، مع انه لسه جديد يعني، ولا ما كمان شويه هيحصل ايه؟ ليه كده؟
نقفل بقى عليه ونطلع دي كلها كده اهي. الميه طبعا مش مستحمله، نشطفه بقى ايه على الحنفيه. اجمل يا جماعه حاجه الواحد عرفها ان احنا نقطع الخضره بالمقص دي. يا سلام يا سلام، صراحه اختراع الحقيقه. السكينه كانت بتموت ايد الواحد ما شاء الله. وبعدين صلاه النبي احسن اسرع كمان، كنت مستعجله. اجمل حاجه. ايوه اهو احنا شايفين سهل ازاي، غير السكينه خالص، وغير حتى على القطاعه تك 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 تفضلي تصدعي عشان تقطعي شويه خضره. لكن المقص ما شاء الله حاجه سريعه كده وجميله. وبعدين تبقي متحكمه كده ماسكه الحاجه الخضره كده في ايديكي بتتفركش، لكن بالسكينه بقى بتتفركش وتفضلي تلمي فيها بايديكي كده ماسكاها على طول. وادي الارانب استوت. اللهم صل على النبي ما شاء الله. اللهم صل على كامل نور النبي ما شاء الله. ريحه الشوربه جميله 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 يا جماعه، عشان التشويحه دي عملت ريحه للشوربه جميله جدا. طبعا البصل الجميل بتاعنا، الحبهان، الحاجات الحلوه. ايوه ارمي خلاص، نطفي بقى. ادي يا ولاد بقى ايه الخضره على الرز، غسلناهم كويس قوي وكل حاجه تمام. وادي الصلصه اللي عملناها على البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهي كله بسم الله. ايوه حضراتكم شايفين كده. نشوف بقى ايه الرز ايه اخباره ايه بقى. طبعا انا حاطه بقى في الصلصه دي كل التوابل وكل حاجه، مش محتاجه اي حاجه خالص. حط بس ايه شويه زيت علشان تلمع كده وتفرفر الرز اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. نسينا بقى حاجه مهمه جدا كانت نادو بقى ايه هتبهدلنا بقى عليها. ايه بقى؟ الشطه. الشطه بقى اهم حاجه في الموضوع في المحشي. لك شطه محشي من غير شطه يبقى ولا اكننا محشي ولا اكننا كنا محشي لو ما فيهوش شطه. ايوه نقلب بقى كويس كده. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ رايكم في لونه؟ اظن كده تمام التمام. نجيب بقى الشطه. بس ايوه جبت بقى كمان ايه ربع فلفل رومي وربع كوسه. صراحه انا بحب الكوسه جدا جدا في المحشيه دي. ونادو بتحب قوي الفلفل. بس فعلا الفلفل الرومي يا ولاد بيعمل ريحه حلوه جدا، يعني ما تسويه مع المحشي بتعرفي بقى ريحه المحشي الحلوه كده وبتاع مع الفلفل الرومي. الحقيقه بيعمل ريحه حلوه جدا وهو بيستوي ادي الخلطه، اكبر خلطه خلطناها في حياتنا عملناها. نبتدي بقى ايه نجيب الكرنب.
بيني وبينكم انا لما حكيت الكرومبايه والكلام ده، على بال ما جابت لي الكرومبايه كنت انا طلعت بقى ايه من الفريزر عندي كرومب اهو زي ما حضراتكم شايفين. ده كان في الفريزر، واخدين بال حضراتكم؟ وقلت ايه علشان لو اتاخرت ولا حاجه يبقى احنا في الامان. انا اوريكم بقى ايه حشو كده هيعجبكم قوي، وطريقه حقيقه ربنا جربتها عجبتني جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي حسب انت بتحبي رز كتير ولا انا بقى ما بحبش رز كتير، احب ايه الحاجه يعني ايه فايقه كده، الصباع فاهم مبقاش متكوك كده عشان يستوي، يبقى مستوي كده وحلو. يا دي كده اهو، نروح عاملين ايه كده اهو، شايفين يا ولاد؟ نقطع بقى ايه الحروف اللي هي الفاضيه دي، انتوا شايفين؟ ادي بقى ايه طعمها بقى ايه على 3. شايفين صابع المحشي منتهى الجمال. انت بقى عايزه تقطعيه كبير شويه تقطعيه على كيفك اهو. ايه رايك؟ اظن فكره في منتهى الروعه وتسهل عليكي بقى وبسرعه وحاجه هايله جدا اهو. طبعا حسب بقى ايه المقاس المكان اللي انت بتعمليه، يعني مثلا اللي انا بعملها دي رفيعه كده او صغيره، اقصد قصيره، ممكن تعمليها على صباعين اهو زي ما حضرتك كده شايفه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس ده برضو ايه بالنسبه لنا هيبقى نشوف كده. ايوه صباعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعدلي ده كده اهو. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ اظن مفيش اسهل ولا اروع من كده، حاجه في منتهى الجمال ومنتهى السهوله اللي في الدنيا. هنعمل كمان واحده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا ممكن اعمل 3 كرنبات وانا واقفه كده مفيش هوا الحقيقه، يعني صراحه ربنا حاجه في منتهى الجمال. تظبطي بقى ايه كل الرز مقاس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه؟ تفردي كده توضبي كده ايه الورقه اللي انت بتعمليها عشان تطلع مظبوطه اهو. تمسك كده اهو، بس تخلي بالك احسن تعملي كده تروح معوره نفسك، بعد الشر اصبعك يتعور اهو. بصي بنشيل ايه، لا دي 3 الصباع هيبقى كبير قوي. شايفين؟ صباع محشي جميله وصغنونه وحاجه في منتهى الجمال. ايه رايكم؟ سهله 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 سهله، يعني طريقه صحيح مبتكره. طبعا دي بقى ايه مقطوعه كده، بس هنعمل كده ونعمل بقى ايه العاديه كده اهو. بصي بقى ايه فصلي، عارفه كانت والدتي الله يرحمها تقول لي فصلي الكرنب ده بيتفصل اهو زي ما كان، بس طبعا كان زمان يا عيني ما يعرفوش الطوارئ بتاعتنا او الطرق. طوارئ ايه؟ في حاجه اسمها طوارئ؟ الطرق بتاعتنا الجديده. وشايفين اهو كان هم بقى يقعدوا الاول اسمها يخرعوا الكرنبايه، واخدين بال حضراتكم، ويفصلوها بقى كده زي ما بقول لكم. والدتي كانت تقول بتفصلي كده الكرنبايه زي كأنك بتعملي باترون فستان اهو. ايوه بتاعي برضه زياده اهو. شايفين يا جماعه؟ حاجه في منتهى الروعه. هكمل بقى الباقي الحله وهوريكها لكم في الاخر. فضلنا لكم بقى في الكلام، نسينا ايه معلش ما جراش حاجه، شويه زيت علشان تلمع ايه الرز كده، تديله لمعه حلوه بس. خلاص كده تمام اهو يا جماعه. شايفين يا جماعه؟ على راي لولا، ايه رايكم اهو؟ تحطي الميه في مستوى يعني المحشيه اللي تحتها على طول، واخدين بقى حضراتكم؟ بس كده هنغطيه بقى ونسيبه بقى ايه هو غلي دلوقتي. وانا حطيت بقى القرن ده علشان يعمل ريحه ويعمل يبقى مشطشط. طبق ملوخيه طبعا مع ايه، مع المحشي
والارانب والحاجات الحلوه. طبعا ملوخيه على شوربه الارانب دي لازم يعني معروفه. يبقى جميل جدا زي ما انتم عارفين، شوربه ارانب يعني ملوخيه. يو ماشي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الثوم لسه كده مش كتير عشان احنا مش هنعمل ملوخيه كتير، يعني ايه هنعمل شويه صغننين كده، بوله واحده بس. ما بحبش انا ايه الملوخيه بالذات بوله واحده، حلوه قوي. بس وادي الكزبره، انا بقى بعملها على طريقه ايه الحاج جمال جوزي، ولا علمني الطريقه دي. بنعمل الطشه الاول ونطشها بالشوربه، وبعدين بنحط بقى ايه في شوربتها بعد ما تغلي غلوتين، علشان بقى ايه انا بصراحه ربنا جربت ولقيت فعلا الطريقه دي حلوه جدا. تاكلي بقى الملوخيه دي عمرها في حياتها ما تتعبك ولا تحمى على قلبك ولا تنفخ بطننا ولا اي حاجه. ليه؟ لان لما بنغلي الطشه دي مع الشوربه بعد ما نطشها بالشوربه تغلي غلوه، دي بتخرج كل الغازات وكل الحاجات اللي بتتعب بطننا. تحطي بقى الملوخيه، كلي الملوخيه براحتك، مفيش اي حاجه تتعبك، وفي نفس الوقت طعمها يجنن وكل حاجه احلى كمان من العادي. يعني ما تقوليش بقى دي طعمها هتبقى لا 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 لا، بالعكس جميله جدا. انا بقيت خلاص بقى من زمان بعمل الايه الطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ادي التقليه خلاص كده تمام. ادي الشوربه، الحبهان يا سلام. ادي الحبهان اهو الحمد لله. بس مش عايزين اكتر من كده علشان احنا ايه مش عايزين ملوخيه كتير. يا دوبك دي بوله كده ولا بوله وشويه كفايه قوي، عشان جنب المحشي كده يعني ايه حلواني كده. ادي الشوربه يا جماعه، قصدي غليت اهي مع الطشه. نبتدي بايه نحط ايه. طبعا الملوخيه دي عملتها بالمصفى علشان تبقى ناعمه كده وجميله. اهو بتحطي كده وتفضلي ايه تشوفي محتاجه تاني ولا لا، علشان ما تحطيش كتير لا تقليها ولا تحطي قليل تخففيها، لا تعملي كده وتفضلي كل شويه تقلبي كده وتشوفي ايه محتاجه تاني ولا لا. انا شايفه انها ايه مش محتاجه تاني ملوخيه تاني، يعني ما شاء الله حلوه قوي كده، حلوه كده قوي كفايه قوي. ما بحبهاش تقيله قوي، خصوصا الملوخيه الناشفه دي لما بتتقل كده ما تبقاش حلوه كده. تمام. بس الشهقه دي لان احنا ما شهقناش لما حطينا، فلما نيجي نقفل نشهق بقى عليه كده عشان يبقى فيه شهقه في الملوخيه. ادي يا جماعه النهارده الغدا اللي احنا عملناه قدامكم. ادي الكرنب الجميل، ايه رايكم؟ ايه رايكم في اللون وبعدين الريحه مش قادره اقول لكم على الجمال. وادي الكوسه الفلفل، والفلفل الحامي بقى الطويل اهو تحت الكوسه اهو اللي الحامي ده حاشيه برده. وادي السلطه والارانب الجميله اللي انا كنت مشوحاها، طعمها يجنن يا ولاد والله العظيم، جميله جدا جدا جدا. وادي الملوخيه الناشفه، عملنا بوله واحده زي ما حضراتكم شايفين اهو. وادي غدانا بقى كله. كل سنه وانتم طيبين، الف هنا وشفا للي هياكل، الف هنا وشفا للي شايف. ومش هتنسوني بقى طبعا لايكات وسبسكرايب وتعليق وحاجات حلوه. كل سنه وانتم طيبين وما تحرمش منكم. السلام عليكم.